مساء النور خوتي المغاربه، نتمنى تكونوا على خير وبخير في داخل المغرب او خارج المغرب. جائزه التميز لسنه 2022 كتمنحها الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم لشخص جلاله الملك محمد السادس نصر الله. التميز لان المغرب تميز فعلا في مجال كره القدم في 2022 بانجازات كبيره، وما غاديش نعاود نذكرها هنايا لان كيعرفها الصغير والكبير في المغرب وخارج المغرب. ولكن الأهم في هذا اليوم هذا الكبير والمشهود هو ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم ديال 2030 اللي بقات لها واحد 7 سنوات مع جوج ديال الدول كبيرة في أوروبا وفي العالم اللي هي إسبانيا والبرتغال. واللي مهم كذلك والأهم في هذا الترشيح هو أن هاد جوج ديال الدول هما اللي طلبوا من المغرب وتقدموا بطلب للمغرب باش يوافق على الترشح معهم في واحد الملف ثلاثي. راه ما تجيش اسبانيا مولاي والبرتغال ويطلبوا من دوله في افريقيا باش تقدم معهم الترشح الا ما كانش هاد الدوله عندها القوام باش تقدم اقتصاديا واجتماعيا. وبالتالي هنا هذا راه رساله كبيره عاوتاني للعالم والناس اللي دايرين هكا بحال شي عقربه كيتسناو على المغرب، بان المغرب راه هرب فعلا عليكم. كنتو كتقولوا هرب عليكم، هو ودي فعلا دابا راه هارب عليكم ديال بصح. وكان خصكم بزاف وبزاف 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 باش توصلوا غير هادشي اللي واصلوا للمغرب، اللي حنا كمغاربه مازال ما مقنعناش وما مشبعناش، لان عارفين اننا حنا ممكن نديروا اكثر وممكن نوصلوا لما هو افضل ولما هو احسن، ولكن دائما في ظل المملكه المغربيه الشريفه. احب من احب وكره من كره، ويا ربي تجي تشعلها في الجهه اللي هك. السلام عليكم.